بسم الله بديت وعلى نبي صليت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله الفيديو تاعي اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. وصفتنا لليوم يا حضار هذا القلب اللوز الأكثر أكثر أكثر من رائع، يعني ننصحكم تجربوه لأنه راح ينجح لكم مليار في المية. تبعوا الفيديو بالخطوات خطوة بخطوة وخيروا السميد المليح وراح تنجح لكم باذن الله كما نجحت لهم اللي جربوه، لانه درته من قبل بصح اليوم جبته لكم محشي. انا هاد الوصفه مستحيل نبدلها لانه جربت وصفات ونعاود نرجع للاصل. هاديه تمديها كمشروع، تمديها في بيتك، يعني من اروع ما جربت واقتصادي بالنسبه لي. شوفوا السميد اللي خيرته انا نوري لكم فيه، يعني السميد عفوا الخشين يكون يعني كي الطعام ابيبخي هكذاك. السميد تاعكم يكون كي الطعام. ندير 4 كيسان. هنا عندي 4 كيسان، هاكو شتو تاع 220 مليلتر ابيبخي يرفد. ندير 4 كيسان ونزيد 2 كيسان ونص تاع السكر ولا 3 كيسان ماشي معمرين. ما تبعونيش ديروا 3 كيسان لانه انا زوج تاعي يحبوا شويه حلو، ولكن ديروا 2 ونص راح تخرج لكم من اروع ما يكون. هنا نخدمها غير شويه، يعني ما نخدموش هذاك السكر بزاف، ما نحتاجوش نخدموه بزاف. وقتاش نحتاجو نخدموه؟ اذا كنا ما حش نبيتوه. اذا ما كناش حنبيتوه هنا نخدمو مليح حتى نشوف هذاك السكر كامل داب. تقدروا ديروه مثلا اللي عنده البيتران يدير في هذاك بالورقه، يخدمها بالورقه تدوبلو فاسيلمون. يخدم شويه هكذا ومن بعد يزيد يبدا يرمي لها الماء زهر والماء بشويه حتى يدوب كامل هذاك السكر. هذا اذا خدمتوه هذاك النهار. بصح من الاحسن خدموه في الليل، خلوه يبات غد من داك الصباح طيبوه وشربوه العشيه تلقاوه واجد. ومن بعد ما غير شويه واش درت نص كاس ماء زهر، نفس الكاس اللي خدمنا به، ونكملو ماء يعني كيله سوائل، نص ماء زهر ونص الماء، ونبدا نفرغ فيه بشويه نخدم فيه حتى نكملو كامل، يعني نكملو هذيك الكيله كامل. قد من داك ولا لقيتوه سوا اللهم بارك. اذا لقيتوه شرب بزاف زيدوا له واحد المغرفه ولا زوج ماء زهر احسن من الماء يعني. هنا تاني نخدمو غير شويه ونغطيه ونخليه يرتاح. راكو تشوفوا من اسهل ما يكون، ما فيه يعني تعقيدات، ما فيه مقادير بزاف، غير السميد والسكر والمزهر. نروحوا للشربات عندي 2 كيسان سكر مع 3 كيسان ماء، خلطتهم بارد في بارد وحطيتهم فوق النار، يعني نحرك شويه باش يذوب السكر. وهنا وجدت نص كاس ما زهر تاني نخدموها لافي. شوفوا بعد ربع ساعه وهي تغلي شوفوا كيفاش عقاد. هنا نطفيلو ونزيد هذاك المزهر. دا راح تستعملوه في 3 ايام 4 ايام، يعني تخلص لكم هذاك القلب اللوز اللهم بارك. هذه هي الشربات. اذا راح تطول ارموا فيها برج قارص كي تكون تغلي ولا 10 قارص مع الاخر هكذا. علاه؟ لانه باش ما يسكر لكمش هذاك القلب اللوز بزاف. اللي يدير قلب اللوز ومن بعد تجيه كي يبطى يجي هذاك تقولي السكر من فوق. السر في الشربات اللي ما يديرلهاش القارص ما حش يعطيه ذوق. قلت لكم بصح اذا كليتوه تمتم ما تحتاجوش ديروه. نروحوا لهنايا. هاي لك العجينه تاعي بعد ما باتت. لو كان نقول لكم هنا القلب اللوز درتو واحد 3 خطرات وانا نصور. والله غالب يعني كل خطرة ننسى مقطع ما نلقاش مقطع، ونعاودو مزيان يعني نعاودو نكون نعاود فيه نديره لكم، يعني حتى لميت لكم قسمة ندير لكم فيديو. المهم شوفوا كيفاش راهو معسل. هنا ما احتاجش نزيد له حتى حاجة. واش نحي واحد كمشة هكذا، واحد نص كاس ولا كاس هكا تاع هذاك الخليط. نزيد له واحد 100 غرام ولا 150 غرام تاع اللوز بالقشرة، من الأحسن بالقشرة تاعو ماشي مملوط يعني. نرحيه كونكاسي ونضيفو لهذاك الدقيق. المحشي ما يديروه لكمش لوز وحده. اذا كان في البيت تاعك وحبيتي ديريه لوز وحده اللهم بارك. بصح يعني حتى هكذاك علاه الخساره بزاف، والله غير يجي ما شاء الله. قلنا هذاك اللوز
ما نرحيهش غبرة، نرحيه شوية أكتر من البقلاوة ولا كيما البقلاوة فوالا. نخلطو مع هداك السميد، ما نزيدلو والو من فوق الكاكاو برك باش يبانو الطبقات. هذا ما كان. الكاكاو ديرو يعني بين نص مغرفة حتى مغرفة على حساب نتوما كيفاش تحبوه، يبان بزاف يبان شوية. أنا ما نكدبش عليكم لا بروميير فوا كي درتلو درت مغرفة كبيرة، مع أنا قلت لكم نكتر السكر شوية خرج لي من الفوق. إذا درتو 2 ونص يعني 2 كيسان ونص مع الأول ما تخافوش. هاوليك هنا حنزيد اللون ما عجبنيش، حنزيد شوية كاكاو. شوفوا زدت غير شوية باش يعني مانيش حباتو بزاف فونسي، ويكون جاهز الحشو تاعي. نروحو دوكا للسنيوة تاعنا. راكو شفتو ما درنا ني زيت ني سمن ني، يعني ما درنا والو. هنا نحكمو واحد ابيبخي واحد 100 غرام تاع آه، السمن هي اللي حنخدم بها. نص نديرها من التحت ندهن بيها السنيوة تاعي. نفس السنيوة تاعي 25 على 25 ولا 28، عفوا 28 على 28، جاتني سوا سوا. راكو تشوفوا درت طبقة تاع هذاك العجينة، ومن بعد زدت هذاك لافارس اللي درتها الحشو، ومن بعد نزيد من الفوق بلا ما تضغطوا يعني حطوها برك هكذاك من الفوق. وهنا شمخوا يدكم بالماء زهر ولا، وقعدوا تمشوا فيها بصح ما تضغطوش بزاف. اني نمشي وما نضغطش بزاف ما يجيكمش معجن. يحب يدير طبقة نورمال ومن بعد يزيد طبقة ويزيد طبقة من الفوق يدير، بصح هذه هي يعني الطريقة الصحيحة. هايليك نحاول يكونوا تاني كي تقسموه يكونوا متساويين، هذوك التحتاني الطبقة التحتانية والطبقة الفوقانية، ونمشيها هكذا بهذه الطريقة. هنا شمخت شوية يدي بالماء زهر ولا بالماء ولا، وتمشوا ويعني حاولوا انهم يكونوا كامل متساويين. ومن بعد نجيب كوبات نساوي من الفوق، لانه قلت لكم ما تضغطوش من الاول، يعني تمشوها بصح ما تضغطوش باش ما يتعجن لكمش. هكذا نمشيها كامل. واللي يحب يشوف الطريقة يعني العادية راهي كاينة في القناة. وكانت وحدة يعني في الانجليز قالت لي شوفي كي انا كي ولادي نموتوا على القلب اللوز، قالت لي بصح للاسف ما قدرتش نتحصل على قلب اللوز بنين تما في الانجليز. قالت لي بورطون يبيعوه. قالت لي وجربت اكثر من وصفه ما نجحت ليش. قالت لي بصح من اللي عرفت هاد الوصفه قالت لي دعيت لك، دعت حتى المولات اللي عطاتني الوصفه. هنايا من بعد تيك هذوك اللي قلنا 100 غرام تاع السمن كملت درتها هكذاك طريه من الفوق. الغلطه هنايا ماشي غلطه، يعني كان السمن تاعي بزاف يابس نورمالمون شويه طري، على هذاك اللي جاني شويه شكل من الفوق ومن بعد مخسر. درت نمشيه مليح وكي كنت نمشيه حفرته شويه. المهم شوفوا من بعد طراسيت بكوبات ولا بموس ولا طراسي والحبيبات تاعكم قد ما حبيتوهم، ودي رشقوا فيهم حبيبات تاع اللوز. ما تخافوا ينحرقوا لكم ما والو، هذاك السمن اللي انا نديرو فيه هو اللي راح يساعدهم بالعكس يعطي لهم لون شباب، وما تخافوش يتنحرقوا. ومن بعد ندخلهم للفرن، يعني الفرن تاعي يكون على 180 حتى 200 درجة معليش، ويكون مسخن من قبل. نشعلو من التحت كي نشوفو لي كوتي تحمروا بيان نشعلوه من الفوق. كي تفوتوا تشعلونه من الفوق اعسوه. وهاي ليك البلوز تاعي بعد ما برد. نجيب الشربات وهي بارده، علاه درناها لافي لازم تكون بارده. نبدا نشرب فيه. كي تبداو تشربوا فيه ما تشربوش من الوسط، لو كان تبداو تشربوا فيه من الوسط راح يتنفخ لكم يطلع. ابداو ملي كوتي قارموا هذيك الشربات، يعني باش تبرد لكم هذيك القلب اللوز بشويه، ماشي هذاك الشوك يتشقق لكم القلب اللوز ديالكم. ابداو تفرغوه ونعاود نردو للفوق شاعل، بصح نقصولو الفوق هذه المره شاعل غير من التحت. ديروه يا ربي 2 دقائق، طفوا الفوق وشقوا الفوق شويه، خليوه واحد 5 دقائق، عاودوا غلقوا الفوق تاعكم وخلوه يعني على الاقل واحد 6 سوايع. انا شوفوا هنايا يا ربي ساعتين ولا، وقسمته بصح نتوما ما ديروش كيما انا. نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم، ما تنساونيش بجام وكومونتير اذا شفتوا الفيديو يستاهل. بارطاجيوه مع احبابكم وناسكم لانه الوصفه اكثر من رائعه. الله يولي فروحتكم والسلام عليكم.